السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. تتشرف أسرة فريق التحدي والتغيير برمتنار بتوجه الشكر لأهالي الكرام، أهالي القرية الكرام، ويشكر السابقين على ما قاموا به من إنجازات تحسب لهم أو تحسب عليهم، فما زلتم معه نستفيد من خبراتكم وشبابكم، وشبابنا الآن لديه العزيمة ليحمل على عاتقه نهضة القرية. وشكرا لكل من علمني حرفا ليحمل على عاتقه نهضة القرية، وشكرا لكل من علمني حرفا، وشكرا على حسن الاستجابة والحضور. تتشرف قرية المدينار بحضور نائبي مجلس النواب، النائب المحترم الأستاذ علاء ناجي عبد الرحيم، والنائب المحترم الأستاذ أحمد فاروق أبو عبده. أما بعد، عزيزي الغالي، لابد من إخلاص النوايا لله عز وجل حتى ينجح مسعانا. فلقد قام فريق التحدي والتغيير بقرية أم دينار بدعوة نائبي مجلس النواب لحضور المؤتمر الأول بعنوان شاركنا همنا بقرية أم دينار لعرض مشاكل القرية وأخذ وعدا منهم بالسعي معنا بحلها ومتابعتها وزرع الثقة والأمل بين الشباب، وزرع الأمل والثقة بين شباب القرية والمسؤولين، حيث أن شباب القرية لم يعد يثق في أي مسؤول ينزل بالقرية ولا أي فرد من قريته. فإليك عزيزي الغالي نبذة مختصرة عن قرية أم دينار، قرية ذكرت في كتاب وسط مصر بنضالها ضد الحملة الفرنسية، ويوجد فيها منطقة أثرية منذ عهد محمد علي، حيث أنها الآن آلت إلى مطلب القمامة وباعثة للأضرار ومسببة لنشوب الخلافات بين الأهالي. فيا عزيزي الغالي، ليس من عادتي العزف على وتر التفرقة ولا التعصب، لأن مفهوم الوطن يسكن بوجدانه قناعة عملية لا نظرية إنشائية. لكن عندما يقع الظلم والتهميش في أبشع صوره على قرية من هذا الوطن ومن أخطر قرى محافظة الجيزة، فلا تجد من ينصفها. أجدني مضطرا لتلبية النداء لأتحرك في صف ذوي القربى وأكون عهد الصبا والشباب بقريتي. عزيزي الغالي، تتعرض قريتي منذ زمن بعيد للتهميش ممنهج وإقصاء متعمد شمل كل المجالات، ومنها أولا الصرف الصحي، حيث أن محطة الصرف الصحي بالقرية لم تندرج حتى الآن في ميزانية الدولة، وحيث أن الأهالي يستغلون مصرف الري كمصرف صحي يصب في نهر النيل، مما يشكل كارثة قومية على الوطن. ونحن مصرين على أنها لم تندرج حتى نرى الحضارات في القرية، ونعلم من سياستكم أنها دخلت ميزانية 2016-2017. ثانيا المدارس، قلة المدارس الابتدائية بالقرية التي لا تستوعب التلاميذ، حيث أن المدرستين تعمل فترتين صباحية ومسائية، ورغم ذلك تعدى التلاميذ في الفصل الواحد إلى 100 تلميذ، حيث أن بعض المدرسين قالوا أن القرية بحاجة كل 3 سنوات إلى 6 فصول إضافية حتى تواجه الزيادة السكانية. فيجب على الجمعية العمومية لمركز الشباب الموافقة على الاقتراح، أو أن الأهالي تتبرع بجزء الأرض لبناء مدرسة ابتدائي وإعدادي حتى نتجنب العجز في 15 عاما القادمة، حيث أن العام القادم ستبدأ مدرسة أم دينار الإعدادية بنظام فترة مسائية لها. مما يكتب عن ذلك أننا بحاجة إلى مدرسة إضافية
ثانية، ناهيك عن عجز المدرسين يصل في مدرسة من المدارس التعليم الأساسي إلى 24 مدرس. حيث أن بعض المدرسين قالوا أن القرية بحاجة كل 3 سنوات إلى 6 فصول زيادة حتى تواجه زيادة سكانية، فوجب على الجمعية العمومية لبلد الشباب الموافقة على الاقتراح، أو أن الأهالي تتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة ابتدائية وإعدادية حتى نتجنب العجز فيها 15 عاما القادمة، حيث أن العام القادم ستبدأ مدرسة أم دينار الإعدادية بالإضافة إلى فرقة نسائية لها، مما ينتج عن ذلك أننا بحاجة إلى مدرسة إضافية. ناهيك عن عجز المدرسين يصل في مدرسة من المدارس التعليم الأساسي إلى 24 مدرس، وقد تم تخفيض الحصص التي يتلقاها التلاميذ لسد عجز المدرسين وإضافة الفصول إلى بعضها، مما يؤثر على استيعاب التلاميذ. فيا عزيزي الغالي، مجلس آباء متكافل لا يقوم بدوره المطلوب، فعن أي تعليم يتحدثون؟ رحمة الله على التعليم بقرية 3 طرقات. الطريق الذي يتم رسمه منذ 35 عام القيامة حدث ولا حرج، فأنت لا ترى بقريته إلا المناظر التي تثير الاشتباكات فالقيامة فقط كل الانتباه، حيث يتصل المجلس المحلي بنقل احداثي لوزارة مقدمة القيامة ويترك الباطل. ومن ناحية أخرى يجب علينا توعية المرأة في تنفيذ فصل الخلاف. 5 المصرف الثاني بجوار المدرسة الابتدائية حرمنا حتى من تفتيش وتغطية سلامة أبنائنا من الأمراض والوقوع منذ زمن بعيد. مستشفى القرية بها مبنى ضخم به عدد كبير من الغرف يصل 21 غرفة لم يستفد فيها حتى الآن، حيث أن الشهادة لا تتعدى 83.5، وقد اقتصر في المستشفى على وحدة صحية بالنسبة وطبيب أسنان، وعلى ذلك لا يغير أن تكون مستشفى تكاملي تجرى فيها العمليات. 7 مكتب الخدمات في القرية التي تم إنشاؤه على قطاعين من الأراضي ومبني بالورع ومرخص ب5 أدوار، ولكن لم يستغل حتى الآن. مياه الشرب يشرب أهالي قرية الدماغ من مياه الشرب الملوثة والمختلطة بمياه الصرف الصحي التي تسبب الفشل الكلوي وفيروس سي. فهل يا ترى ما هو العدد الحقيقي لفيروس سي في القرية؟ فنرجو قافلة طبية للقرية لفحص فيروس سي. إلى هنا فالطامة ستصبح عظيمة إلى المنزل الفضل. الله خدمات إدارة الطريق الغريب أم الديار بالمناشي معظم إدارة الأطلاع معظم إدارة الأعمدة في الطريق ليست طباعة، مما يسبب القوارث من الحوادث والسرقات. البطاقة فقط كل تصورات، حيث أن أصبح نسبة كبيرة من المتعاقدين في القرية 50%. المجالس المحلية المنتخبة وتوجيه الشباب تنفيذ إدارة ميزانية قريتهم بالطرق الأفضل لصالح القرية. المجلس المحلي بفتح السياسي ومتابعته وما يقوم بتنفيذه على أرض الرياض ومناقلته ومتابعته، فعندما يفتح عن جميع على أهل قريته الديار العاملة أرى كثيرا من الدكاترة والصحفيين والمعلمين والفنائي الإسلام
لابد من التفرق للمحارة وشراء السيادات من المحل وسينفذ صوت تفعيل مكتب الخدمات والشاش من المدني به يخدم القرية والقرى المجاورة. سادسا إدارة قضية مجاورة وفاءات الإضاءة به وزيادة الأعمال. عزيز الغير لا نكتفي بسد اصول تهميش الواقع على قرية المدينات، ولن اختم قبل ان نوصل 3 رسائل اوجهها الى ان نصل منتهاها وليفهم من يدعي الفهم فحواها. اولا اقول للمسؤولين وهذا عن شخصي انا عن تيسير شان هذه البلد، انا من هذه القرية لن اقبل بعد اليوم بمواطنة ناقصة ولن يضيع لنا حقا مهما يكن الاسباب، وسأتحمل مسؤولية ذلك مهما تكون النتائج. ثانيا اقول للسياسيين الذين بعثوا على التظاهر على القرية في مواسم الانتخابات ونسيانها بعد يوم الاقتراع ان عهد الاستغلال ألف على النهاية وزمن نزول الكبار العائلات والموالاة المجانية والله غير رفع. ثالثا اكتب بالقول لكل من تعود على فرع الخلاف داخل القرية والاستدلال على حسابها وتجهيزها من مسرح البحث، فنحن لن نكون مفعولا به بعد الآن. إن عهد الفرصة أكبر ونرغب في إنشاء مجلس قومي يضم فردين من كل عائلة يباشر ويتابع مشاكل القرية ويحاسب كل عام على ما أنجزه. ويا شباب الديار هدموا للتحدي والتغيير، قولوا كلمتكم بوضوح، لن يستمر التهميش، لن يستمر الظلم، فقد قطع السيل وبلغ السيل الجمعة، فمظاهر هذا التهميش اكثر من كفر، لكن ذكر البعض يدل على الظلم والاشاره تكفي كل نبي. وانا اسف على الاطاله وشكرا للجمع الكريم، مفيش لعب وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بداية نتقدم بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن باقي الجمع الكريم بالشكر لكل التقدير للسادة النواب الأفاضل الذين شرفونا واقتطعوا من وقتهم وجهدهم بالوصول إلينا، شاكرين يوم هذا الفضل وهو شكر واجب علينا. ثانيا أتقدم بالنسبة للإخوة الأحباب إن الكون أساس النظام، فاحنا عايزين نتفق على ورقة عمل تبقى لنا دلوقتي. هنتحاور هنتناقش النظام ده، في 2 في 3 في 5 هنفوضهم، هيقول السؤال بتاعه. طبيعي اللي قاعدين في التجمع الخامس ناقصهم خدمات، عايزين نزودوا خدمات وعايزين نكيفوا الشوارع كمان. احنا مشاكلنا كتيرة، فاحنا عايزين ننظمها ونحددها وهنختار منها 2 بس نكلف السادة النواب اللي هم ملحين قوي. الباقي بقية المشاكل اللي احنا نقدر نساعد في حلها هنساعد في حلها بالاستعانة بالسادة الفضلاء السادة النواب. مشكلتنا الأولى التعليم والصرف الصحي، واحنا مش عايزين منكم حاجة غير كده. حلونا المشكلتين دول واحنا اطلبوا منا اللي انتوا عاوزينه واحنا هنساعد في حلهم، انما احنا مش هنحط 50 مشكلة يبقى مش هنحل ولا مشكلة.
احنا عندنا التعليم بالنسبة للتعليم كثافات عالية، وما عندناش مكان نعمل فيه مدرسة تفلوس. وقعدنا الاسبوعين اللي فاتوا مجموعة شباب كبيرة، قعدنا 3-4 جلسات وبندور على مخرج نخرج منه عشان نلاقي ارض نعمل فيها مدرسة. الاخوة الافاضل لو اي حد من كفر حجازي هنا بشكره الاول، وبشكر كل قرية كفر حجازي. انا لسه جاي معاهم دلوقتي ناس اتبرعت وناس عملت فلوس وكملوا نص فتان. انا جاي دلوقتي على اخر حاجه كملوها عقد بنص فتان وهيعملوا فيه مدرسه، هيسلموا للابناء التعليميه وهيعملوا مدرسه. فاحنا مش اقل من اي حاجه، احنا بلدنا هي اللي علمت كفر حجازي والرهاب، وبلدنا هي اللي كان فيها المدرسه الام، وبلدنا هي ام القرى، وبلدنا عيب ان احنا نتخاذل ان احنا نبقى حتى زي الناس، بلاش ان احنا هنبقى زي الناس. فطلبنا من الاخوه الافاضل دلوقتي يحلوا لنا مشكله التعليم، واحنا وياهم اللي هيطلبوه منا. هنجند مجموعه دلوقتي نبقى مع بعضنا، ونبقى معانا تليفوناتهم وهم معاهم تليفوناتنا، يطلبونا في اي وقت نساعدهم في حل المشكله. المشكله الثانيه اللي اهم من الاداره والطريق وكذا وكذا، مشكله الصرف. يا ترى احنا بنسمع ورود من سنه 95 وخدنا يعني مال وقلاب ورق ممضي عليه النار ونزل في الصرف، وهم جايين ورانا هم هيعملوا الصرف، جايينها تحت وهم جايين. طبعا كل الكلام ده لا يطلع عليه النهار ما نلاقيش فيه حاجه. فتقريبا كده ان احنا يعني ايه عفوا باللفظ ان احنا ما بقيناش نصدق حد، فاحنا منتظرين ان حد يعمل جد عشان نصدقه من غير ما يقول. المشكله السنين دلوقتي بتوعنا تعليم وصرف. انا بقى موضوع المحلات او موضوع عمارة الشوارع او موضوع الكلام ده كله، انا ممكن اخد احمد رمزي لو معايا ونروح لرئيس المدينه يحل لنا مشكله الانهار. ممكن ناخد حد من طرف احمد بيه ونروح مجلس المدينه يحل لنا مشكله المحلات بتاع ممكن في يوم واحد زي الحاج عاطف وواحد زي الحاج شعبان مجموعه ونلم ثمن الثلاجات والحاجات دي ونعمل المحلات. فهنتكلم في المشكلتين دول. الساده النواب يقولوا لنا مطلوب مننا ايه واحنا هنقوم بيه. اما بقيه الحاجات الثانيه احنا مش يعني مشاكلنا مش هنجيب عصر صحريه نحلها. والساده النواب مرتبطين بالميزانيه والدوله عشان برضه ما ناخدش اي وعود، وهو مش يعني مش هينفع ان احنا نصدق غير الحقيقه. وعاوزين نصحى ونبطل نسلم بلادنا في الرمل زي النعامه ونقول ده مش عارف ايه، ده على ايه واحده اثنين هيحلوا لنا كل المشاكل. يبقى بنضحك على نفسنا. هم بلدهم عايز، المغلب عايز، والمغلب عايز، ولكن هو احنا هنا فيه زي مدينه زي ما هو له بالظبط، وحقنا عليه ان هو راجل مشهور وجالنا وبيسمعنا. احنا بقى دورنا ننظم نفسنا بعد ما الناس دول مشهورين عرفوا مشاكلنا، ان احنا مع بعضنا نكون لجنه 15 واحد او 20 واحد ونتفق كده ان احنا مع بعضنا، وكل اللي جاي يكون جاي لله، ملوش اي اتجاه في اي حاجه، لا جاي عشان يتمنظر ولا جاي عشان هيتعلق له الوسام ولا حاجه. اللي جاي ما عنده استعداد يخدم لله يخدم لله. طب واحد ما عندوش ما يهمش، نبطل نتكلم على اللي بيعمل ما يهمش، مشكور انما احنا خلينا العمر كله نزال عمل نزال مش عارف ايه تعاوز يعمل ايه القصه دي. عاوزين نخلص منها، عاوزين نخش في الحقيقه. الخسران عندنا وصل 78 طفل. انا عاوز اي واحد يتخيل ان هو مدرس وهيدرس ال 78 طفل في حصه 40 جنيه وفاكر ايه والولد دي اللي عملتوه خلاص هو والنتيجه كلها صاحب الصبح وعمال ده وبيلعب وكذا وكذا، هو جاي ما عندوش خلاص هاي الهرب بتاعه ما بيعملش حاجه.
مشكلة الصرف عندنا اهم من الكهرباء واهم من الصحة واهم من كل حاجة، لان هي دي كل حاجة هتحل كل المشاكل الثانية. موضوع المجمع ناس مش فيه وناس مشهورة اتفرعت، والمجمع واقف الجسد بتاع واقف، اظن نعرف نكمله، والبلد اهل خير وكل حاجة. ولما قالوا يعني لو يمكن يفتكروا من شهور وناس من البلد قاعدة ايه المسجد بتاع البلد، كنا عشان نقوله كان يخوف بنقول لا ده هيتهات ازاي دي؟ ده هياخد له مليون جنيه هات لا. طب شوفوا الصالح دلوقتي صرف له 2 مليون جنيه وربنا سبحانه وتعالى مع اللي بيعمل. مش هننتظر ان حد يجي يحل لنا مشاكلنا من بره، هم بيقولوا مشكلة هياخدوا ايه؟ عشان احنا اللي نشد وهم هيساعدونا، انما عشان هم اللي يشدوا واحنا نساعدهم انسى، يبقى احنا بنضحك على نفسنا. احنا عندنا بلد واحدة بس، هم عندهم اكتر من 18 او 19 او 20 بلد، وبرضه البلاد الثانية دول حقوق عليهم زي ما احنا لنا حقوق عليهم. وبعدين الناس يعني عندنا الطاقة ولسه يعني ما شاء الله بطول الفرصة، يبقى احنا عاوزين نستغل ده الموضوع، هم يساعدونا واحنا نقف معاهم، احنا ما نهملش، ما يجوش على ايدينا ولا احنا اثنين، يبقى محتاج مجموعة معاها الصيف، واحد يقول اصل انا مش فاضي، اصل انا مش عارف عندي ايه، اصل انا بسي، اصل انا عاوز شغل، اصل انا عندي امتحانات، يبقى دي لا، يبقى دي اهم من اي حاجة. خلاص هنقول فلان في بكره مش وقت او مع الادويه، يبقى خلاص ده شيء مقدس عندنا، لو كنا عاوزين نسبق مع نفسنا غير كده يبقى احنا بنغلط بعض. دلوقتي عشان ما نطولش الامور واضحه، احنا بنطالب في عبد الباشا بالمطلبين الاساسيين التعليم والصرف. حضرتك تخصص لنا جزء من مركز الشباب تساعدنا دول، ومركز الاداره هم في البلد علينا كلنا، عاوزنا ننزل فين هننزل، عاوزنا نروح فين هنروح. الجزء الثاني موضوع الصرف، ايه اللي هيتم؟ يا ترى هنخش ولا مش هنخش؟ ولا الخطه الخمسيه بتاع ما بعد الموت؟ احنا دخلنا 90 خطه خمسيه قبل كده تقريبا كده، من ايام محمد علي احنا هنخش من خطه خمسيه ما وصلناش لحاجه وكلها ورا. حد يصرفنا يقول ايه انتوا يا جدعان مش على الخريطه، انتوا يا جدعان ممنوعين من الصرف، نفهم عشان ما نطلبش تاني. انما احنا هنقضي حياتنا نطالب ومفيش فايده، لا انتوا وقفونا على اخر حاجه، عاوزيننا معاكم في اي مكان تحت امره، انما ما يبقاش الصرف جاي من كبر حجازي في قلب المنطقه شيء مرعب، ولا المحطه كده واقف فوق ما ينفعش. هو واحد هيشوف محطه ماشي يا باشا، بغير الحاجتين مهمين. اما الحاجات الثانيه احنا مجموعه هنخصصها 3 أو 4 يبقوا مختصين لموضوع المجمع، 3 أو 4 يبقوا مختصين لموضوع الاناره، 3 أو 4 يبقوا مختصين لموضوع الاسفل، يبقى احنا بننظم نفسنا. انما احنا هنبقى اي واحد في اللي قاعدين، لا مش في اللي قاعدين في المرض، اي واحده تحت في الجنوب ولا مشاكل القريه تروح عدها لك واحسن من المذيع ادعيتها لك كمان كمان، يبقى احنا مش هنعمل حاجه. لا انا عاوز اشوف ان هم في اهم، في اولويه. الاولويه دي ايه؟ الاول الولد يتعلم، اما يزيد من العين ويلعب، انا عاوز اوكله الاول، بعد كده بخليه يبقى شيء ولا يجيب زهور ولا يجيب يريد، انما الاول ياكل، عاوز ياكل يريد الاول يتعلم عشان يعيش. دي اول نقطه. تعليم حضرتك تحل لنا مشكله التعليم. النقطه الثانيه موضوع الصرف، توقفونا على اخر حاجه وتصرف، احنا مش هنزعل، واحنا خلي بالك مش هتبقى مفاجاه بالنسبه لنا لو قلت لنا انتوا مش تبع، انتوا ورا سد النهضه، احنا خلينا ورا سد النهضه، مفيش مشكله.
الموضوع الثاني زي ما قلنا لحضراتكم، كل مجموعه منا 3 أو 4 أو 5، هنخلي 5 هيختصوا بموضوع المجمع وهيبقى مع حضرتك كده. هم في طريقهم مش هيتفرعوا، مش واحد يبقى في المجمع على في الاناره على في الكهرباء على في يبقى مش هنعمل حاجه. لا ال5 دول اختصاصهم موضوع المجمع، يخلصوا لنا موضوع المجمع. ويبقى لنا نطلع مثلا شهر نصف شهر ولا شهر ونص، نقعد نقول انت يا عم عملت ايه في قصتك؟ انا قلت غير كذا. يمكن واحد من المجموعه الثانيه يقول لا انا عندي راي ثاني يساعد. طب مجموعه تشوف الطريق، طب مجموعه تشوف الاناره، طب مجموعه تشوف مثلا الوحده الصحيه. يبقى كل مجموعه ماشيه في اتجاه. في الاخر بالتوازي مع بعضنا هنصب في مصلحه البلد. وبرضه في النهاية بشكر السادة الخبراء أعضاء المجلس أو النواب اللي شرفونا، والحقيقة يعني حاجة محترمة جدا جدا، وحاجة تدل على إنكم إن شاء الله هتعملوا لنا حاجة طالما كلكم متوافقين مع بعض. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أولا يا جماعة احنا جايين النهاردة أنا والنائب علاء، يعني في بداية الكلام أنا هوضح لكم حاجة. أنا والنائب علاء حالفنا في الأول في الانتخابات ومشينا على التحالف ده وخدنا عهد على نفسنا إن احنا الاثنين واحد في مصالح الدولة. إن احنا الاثنين واحد في مصالح الدولة، وربنا يعيننا ونكون عند حسن ظن الناس. يا جماعة احنا دلوقتي بقى لنا 4 شهور، احنا مطلوب مننا حاجات كتير وعارفين مشاكل الدايره وعارفين مشاكل ام دمار كامله. مشاكل احنا نزلنا ام دمار مرتين انا والنائب علاء. اي مشكله، والمشكله اللي في ام دمار هي اللي عندي في ابو غالب، هي اللي في بني سلامه، هي المنطقه كلها مشاكلها واحده. صرف صحي، تعليم، القمامه، الوحدات المحليه مش شغاله. احنا عارفين المشاكل دي كلها، وربنا يعيننا وبيكم. يعني انتوا من غير يا جماعه انا هوجه كمان رساله للشباب. الشباب انا عارف وضع المنطقه بالنسبه للبطاله عامل ايه. يعني انت الاستاذ اتكلم يمكن في الصرف والتعليم، لا احنا عندنا الشباب نسبه البطاله اللي انا بشوفه الايام اللي احنا فيها دي عاليه جدا. ماشي بس لازم تسعى ازاي؟ انا هاخد مقياس الناس اللي نزلت من سوريا البلد اللي اتدمرت دي. الناس دي اللي نزلت مصر عملت ايه؟ الناس دي عملت مشاريع واشتغلت. الناس دي جايه من بلد تانية مش من قلب مصر اللي هي بلدك وتقدر تتحرك وتقدر تدور. اللي بيسعى ورا حاجه وعاوز لا يسقط حق وراءه مطالب، لا يسقط حق وراءه مطالب. فانتوا لازم تتحركوا، ما تجيش في مسابقات بتفتح لازم نروح قدم في مسابقه وتعالى. انا مش شكر ولا حاجه، احنا عمرنا مش هنتاخر عن حد ان شاء الله، واحنا عارفين يعني احنا لولاكوا احنا ما كناش هنوصلوا للكرسي ده. انتوا يمكن عندكم امل ان احنا نعمله حاجه، وربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظن الناس. فمشاكل الدايره كلها اقسم لكم بالله احنا حاسين بيه واتكلمنا فيها كتير. يعني اخر مجلس تنفيذي في محافظه الجيزه والله اشد، يعني الكلام ده انا جاي له قدام المحافظ والنائب علاء نفس برضه، يعني الكلام اللي انا اتكلمت فيه النائب علاء نفس الوضع، اشد فقرا ام دمار. لان احنا عارفين فعلا البلد حرام يبقى صرف صحي هنا وصرف صحي هنا، وانا اللي في النص والصرف معدي عليا وما عنديش صرف. انا عارف انا عارف المشاكل بتاعت ام دمار، بس انتوا احنا معاكم ان شاء الله في اي حاجه في الحج ان شاء الله، ومش هنسيبه. احنا بنوعدهم مش هنسيبوا الموضوع ده غير لما نخلصوه. ومش ده بس يا جماعه، يعني احنا كنواب متحدد لنا مواعيد مع الوزراء 36 وزير بنجيب لهم مرتين في الشهر. فلما ما تقولش عن التعليم والصرف بس، لا اي مشكله نقدروا نتحركوا فيها هي دي بقت وظيفتنا. انا والنائب علاء والله فرغنا نفسنا لخدمته. يعني انا مفرغ نفسي الحمد لله. يمكن عندي والد انا بتكلم معاكم انا زيكم، مش عاوز تحس، انا عاوز اي واحد يحس ان هو احمد فاروق تعالى جرب، اطلع معايا، تعالى قول لي انا عندي مشكله كده، هنطلعوا معايا. فاحنا متحدين انا والنائب علاء نجم دي رساله بنوصلها لكم في اي خدمه عامه في المنطقه او خاصه كمان اللي بنقدروا عليه ما بنتاخروش، وربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ويمكن الفتره اللي فاتت برضه لازم اوضحها،
انا قلت لحضراتكم احنا بقالنا 4 شهور. 4 شهور يا جماعه ما تنسوش احنا كان عندنا 342 قانون لازم في 15 يوم تدوم بالموافقه او بالرفض. خلصنا القوانين، كان عندنا لائحه داخليه اللي هي بتاعت مجلس النواب. المجلس عشان يشتغل لازم ننتهي من اللائحه الداخليه. فالامور دي كلها خدت الوقت. يمكن احنا قصرنا معاكم ان احنا بقالنا 4 شهور مره او 2 بس، لكن الفتره اللي جايه شكلوا لجنه زي الاستاذ ما بيقولوا، مش لنا بس، احنا الدايره كلها شغلونا. احنا عاوزين نشتغل ونعملوا حاجه، احنا عاوزين نغيروا النظام القديم يا جماعه، احنا عاوزين نوصله لاي حد تعالى شوف مع الناس نعمله اللي علينا. ما هو لازم، انا لسه جاي لك كلمه لا يسقط حقه وراءه طالب مره واثنين وثلاثه لحدك لغايه حقك ما يجي لك. فربنا يقدرنا ونكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله، ونعملوا حاجه في دايره منشات وزاراتكم كلها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين اولا، واتشرف بوجودي معاكم. انتوا اهلي والفضل لله وليكم في وجودنا دلوقتي. وهبتدي اضيف حاجه بسيطه على اللي قاله النائب احمد فضل. اخر حاجه بالنسبه للصف الصحي، انتوا داخلين في منحه اماراتيه وداخلين في خطه 2016 2017. ده بالنسبه للصف الصحي. بالنسبه للتعليم، اتكلمت مع الاستاذ عز ان يوفروا لنا مكان قطعه ارض ما تقلش عن نص فدان، هيتم تخصيصها من السيد المحافظ ونجيب لكم موافقه من وزير الزراعه وتدرج تبع خطه الابنيه التعليميه. فاقترحنا ان في مكان موجود داخل مركز الشباب لو تم الاستغناء من السيد وزير الشباب هندركه في الخطه ان شاء الله. وجدنا صعوبه ان يتم الاستغناء عن قطعه الارض، يبقى لازم توفروا لنا ارض بديله. انا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، نيتنا خالصه لله وجايين نخدمكم، محدش فينا له مصلحه الحمد لله. فلو وفرنا قطعه ارض مش هتقل عن نص فدان هندخلها لكم السنه دي 2017 يبقى عندكم مدرسه. ومقدم طلب لوزير الاسكان اترد عليه بالنسبه للصرف. بالنسبه لمنفذ السلع الغذائيه، في عندكم هنا الجمعيه الزراعيه، اتكلمنا مع السيد المحافظ في الاجتماع التنفيذي من حوالي 4 ايام. الحاج اللهم صل على سيدنا محمد هو ماسك الجمعيه الزراعيه، الحاج فتحي هيتم الاستغناء عن المحل، هيتعمل لكم منفذ سلع غذائيه دي باسعار مخفضه وتخدم اهل القريه. فرصه كده. بالنسبه المصرف صعب تخطيطه لان مفيش ميزانيه حاليا. احنا ندخل في الميزانيه من 1/7 اللي جاي. فهنتكلم على تفتيش المصرف بحيث نطلع بمتر او 2 نحافظ على الطريق ومفيش ميه تخش البيوت او تنزل مركز الشباب او المدرسه. اللي انا بطلبه منكم ان انتوا تساعدوني، اي طلب خدمه عامه انتوا عايزينه تحت امركم. تشرح لي موضوعك وتعرفني الدنيا ماشيه ازاي، لكوا علينا ان شاء الله. انا والنائب احمد فاروق مش هنتحرك غير لما نعمل لكم الخدمه اللي انتوا عايزينها. وبنوعدكم قدام ربنا ان ام النار لازم يدخل فيها الصرف الصحي ان شاء الله بامر الله. 2016 2017 يبقى في صرف في ام النار، بس مش 2016 اكيد عشان ما اقولش كلام ويتحسب عليا. انا بقول لك 2016 2017. واي خدمه تحت امركم واحنا موجودين، واللي معهوش تليفوني ياخد تليفوني يكلمني في اي وقت، وبامر الله بمشيئه ربنا، واللي يعلم على الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى. ام النار لها معزه عندي كبيره جدا، لان انا عارف ان انتم مظلومين واحق بامان. انا مش بتكلم عشان تسقفوني، لا، انا شايف ان اكتر بلد مظلومه في الخدمات ام النار. بس ان شاء الله واحده واحده هنحاول ندخل خدمه واتنين في البلد. انا دلوقتي بتكلم في 2016 ما وصلت يا استاذ رزق. انا اقول لحضرتك على حاجه. انا عشان اكلم حضرتك على كراكه، احنا جايبين كراكه للبنود الذاتيه على حساب البلد، والناس دي كلها دفعت المخبره دي. ما حدش يدفع فلوس. احنا ما دفعناش. ثواني يا استاذ رزق، يا استاذ رزق، يا استاذ رزق. طبعا انت لما يبقى عندك مشكله
كلمني في التليفون، انا بيتي مفتوح موجود. لا نزلت اول مرة الاستاذ رزق عارف الكلام ده على الجهود الذاتية يا بيه. نزلت اول مرة مشاهد. مش احنا قلنا الكلام ده؟ هو مشكلة هو واحد بس كان ينفع عليه الكلام ده. خلاص يبقى احنا مش كلنا هنقول بقى ما دام واحد. احنا عايزين نتفق يا اخوانا على مبدأ واحد. انت عندك مشكلة كلمني في التليفون او تعالى لي البيت، وانا هنزل معاك اروح للمحافظ، اروح للوزير، اروح لاي حد انت عايز تروح. مش هسيبك غير لما احل لك المشكلة. ما تلومش عليا من غير ما تعرفني المشكلة. لازم تتابع معايا وبايدك في ايدي. تحاسبوني امتى لو انت كلمتني في مشكلة وما لقيتنيش. ان شاء الله يبقى لنا لقاء شهري معاكم في اي مكان تختاروا. في طلبات اتقدمت لكم من حوالي 4 أو 5 ايام. تفتيش المصرف، توفير منفذ سلع غذائيه، ورئيس المدينه ينزل يشوف المكان، اناره الطريق، ونقدم لكم طلب عشان اللقاء الجاي ان شاء الله اقول لكم الصرف الصحي احنا وصلنا فيه لحد. انما اخر جواب اترد عليا ان قريه ام النار مدرجه في خطه 2016 2017. انا هقدم طلب واثنين وثلاثه معاكم لحد ما يبقى في صرف في ام النار ان شاء الله. وبكرر شكري للحضور الكريم، وانا تحت امركم وبيتي مفتوح في اي وقت. كل سنه وانتم طيبين. واي سؤال اتفضلوا، اللي عايز يسال سؤال انا تحت امركم. طبعا بالنسبه للمدرسه احنا عندنا ايه المساحه بين المدرسه والنادي كده المبنى القديم الاداري القديم بيقولوا من بره. المساحه دي خاضعه للمدارس. انا النهارده عشان اخصص من وزاره لوزاره صعبه شويه. احنا بنقول ان المساحه الموجوده دي مساحه كبيره. مش عارف الاستاذ جمعه داخل المدرسه، داخل المدرستين ممكن نعمل لك جمعه بالظبط استاذ بندري المساحه الموجوده مش بتاعنا.